عمرك دخل عليكي ضيف فجأة وانت مش مستعدة وما عندكيش حاجة تقدمها له في البيت؟ عمرك اتحطيتي في موقف محرج ان ناس دخلت عليكي او ضيوف او اهل وانت ما عندكيش حاجة تقدمها لهم؟ يلا بينا في الفيديو ده هقول لكم نعمل ايه لو دخل علينا ضيف فجأة ونستعد له ازاي. ومن الفيديو ده هيغير حاجات كتير قوي في تعاملك انت في البيت. تمام؟ وبإذن الله بإذن الله بيوتنا تبقى زي الفل وهنكرم ضيوفنا وكل حاجة. قبل ما نبدأ الفيديو يلا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، واشكر كل الناس اللي موجودة والمشاركين معايا والمتابعين والناس المشاهدين وكل حاجة. يلا نشرب كوبايتين الشاي ويلا بينا ايه كوباية الشاي دي نشربها سوا ونتكلم مع بعض. طيب، احيانا كتير احنا كستات بيوت ممكن الحاجة تخلص من البيت ولسه بقى هنبعت نشتري ولسه هنعمل ولسه هنخلي. طيب، انتي اعملي حاجة او اسم للغيب. يعني ايه اسم للغيب؟ في ناس تقولك انا بشيل اسم كده او بشيل مناب. يعني ايه؟ هقولك انا جايبة كيس سكر حلو، اشيل شوية منه ان شاء الله ربع الكيس كده واخبيهم حتى من نفسي. حلو، اشيل شوية شاي. تمام، اشيل كل واحد ومقدرته. يعني كل واحده ان شاء الله واحده هتشيل مكسرات شيلي، ان شاء الله هتشيل شوكولاته شيلي. انا بتكلم في العادي وفي العموم. ماشي، ان احنا ما ننحطش في موقف ان احنا ما نبقاش عارفين نقدم ايه للناس اللي موجوده مثلا قدامنا. تمام كده؟ يعني مثلا آه تشيلي ربع فرخايه، حتتين بانيه، تشيل حتتين لحمه وتخبيهم. يعني هم في كيس ابيض طبعا عشان الكيس السودا ديت طبعا ما تتكشفش. تخبيهم من اي حد. بعد ما تشيلهم في كيس ابيض تشيلهم في كيس اسود وتخبيهم وتكوني انت عارفه مكانهم عشان ما حدش يمد ايده عليهم ولا يطلعهم. خلاص، انا فيديوهاتي غريبه انا عارفه، بس والله العظيم انا بتكلم في الصح وفي العملي. خلاص، الحاجه دي بقى تنسيها. كل واحد برضو هقول لك من هنا لبعد بكره كل واحد على حسب مقدرته. انا مقدرتي كويسه، هروح اشيل شوكولاته اخبيها من العيال، لان انت عارفه العيال ما فيش حاجه بتكتر عليهم. هشيل مش عارفه لحمه قد ايه، هشيل فراخ قد ايه. المهم ان انت تكون بايدك نفسها بعيده عن الحاجه دي. خلاص. طيب، الستات بقى البيوت اللي ايه زي وزيك كده حبايبي، لو مثلا حد دخل علينا على حسب، ما هو ممكن يكون مثلا جه زياره بس هيشرب كوبايه الشاي ولا حاجه جنبها وتمشي او يمشي. ممكن جاي لي غدا. طب فرضا دخل والنهارده احنا مش عاملين اكل او عاملين حاجه مثلا كشري، بتنجان، فلفل، اللي هو احنا مش مستعدين، وطبعا ما ينفعش الحاجه دي تقدميها لضيفك. اقوم انا اعمل ايه بسرعه؟ ادخل على الفريزر اطلع الاكل اللي انا شايلاه، ان شاء الله حتتين اللحمه اعملهم مفروم واعمل جنبهم شويه مكرونه. احنا اتفقنا ان انت هيبقى عامله كيس شايلاه في مطبخك ما حدش يشوفه. شويه رز، شويه مكرونه، شويه دي لو عايز تعملي مكرونه بشاميل. انت فاهماني ازاي؟ شويه زيت وسمنه مركونين على جنب. ده غير الشاي والسكر، او ان انت في عصير او حاجه، ان شاء الله ليمون. عارفين عصير الليمون الفريش مع شويه نعناع؟ والله يا حبيبتي هيبقى حاجه زي الفل. ماشي. لو انت بقى هتموتي على شويه شاي وانت شايله شاي وعايزه تشربي دلوقتي ما تطلعهمش. خلاص. شوفي انت بقى، لو انت هتموت على الحاجه ديت، لا، الحاجه دي هتشيليها وتنسيها. كده كده انت ست البيت ومحدش هيدور وراكي. خلاص. النبي صحيح ما تنسوش في اللايك حلوين بقى وفي التعليقات الحلوه كده، وقولوا لي انت بتعملوا ايه ونفيد بعض كلنا يا بنات في مملكتنا، عشان دي مملكتنا. طيب، لو قلتي مثلا يا ميمه انا في بيت عيله، طيب هقول لك يا روحي يا قلبي، في بيت عيله هم اللي يتصرفوا مش في وشك.
يعني انت فاهمه ازاي؟ يعني انت لو في بيت عيله، العيله نفسها تتصرف، لان ساعتها انت بيرفع عنك الحرج. انت مش في ذمه نفسك، ولا انت اللي بتصرفي ولا انت اللي بتتصرفي. العيله اللي تقدم، ما عندهمش مالكيش فيه. انت فاهمه ازاي؟ هتشيل حاجه بسيطه كده في اوضتك، لو جه حد من اهلك ولا حاجه ماشي، بس عشان ما تجيبيش لنفسك الكلام. دي لو عيله متشدده، انما في عيال بسم الله ما شاء الله ناس كويسه وناس محترمه وما بيحوشوش حاجه عن ستات عيالهم. انتوا فاهميني ازاي؟ طيب، يبقى انا في وقت في بيت العيله انا موجوده، اعملي اطبخي يا جاريه يا سيدي كلف. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ولا تحط في دماغك؟ طبعا اهم حاجه واحنا عارفين كلنا اكرام الضيف بالموجود. والله يا بنات، انا في واحده بتحكي لي بتحلف لي انها راحت لواحده، متخيلين قدمت لها ايه؟ قدمت لها جزر. عارفه الجزر انت بتقطعيه مثلا لما تكون انت عامله سلطه يعني مقطعه ترانشات كده، عامله الجزر كده لما تكوني بتقطعي بطاطس وحطيت لها بتاع. سبحان الله والله العظيم انا مبسوطه بيها. هي ما كانش عندها حاجه وتصرفت يا حبيبتي، حطت جزر. اصل كده كده لازم تكرمي الضيف، لان الضيف لما بيدخل بيتك بيشيل كل حاجه وحشه وهو ماشي في رجليه. واحنا انت عارفه ان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وصانا، وما اعتقدش حتى اي دين حد دخله لازم هيكرمه. انتوا فاهمين ازاي؟ وخصوصا يعني بصي، احنا الشعب العربي عموما كده عنده الكرم. يعني في ناس هقول لك، في ناس الاجانب لو انت رحتي من غير ميعاد، هو المفروض ان انت تطلبي ميعاد، بس فرضا احنا ناس طيبه ممكن مثلا تروحي من غير ميعاد، لو رحتي من غير ميعاد يقولي جايه ليه. بس احنا كعرب لا، ما عندناش ده. انت فاهميني ازاي؟ احنا معروف العرب بالجود عموما. اقول لكم انا في مره احسن ضيافه اتقدمت لي والله العظيم. بس الموضوع ده حصل معايا مرتين، انه في ناس عملوا ذبيحه يعني اللي انا رايحه لهم، كان الناس قرايبيه من هنا، مره من هنا مره من هنا، مره تبع انا ومره تبع جوزي. في ايه؟ الكرم حلو والود حلو، وانك انت تقدري اللي قدامك، لان انت هقول لكم ازاي اللي بتقدميه ده بيكون في وشك انت، وخصوصا انت كست بيت. في حاجات كتير ممكن تروح على الراجل انت مش المفروض انها تروح عنك. خلاص، يبقى انا اعمل ايه بقى؟ اعمل لي سر. عارفين سلسله الاسرار في الفيديوهات احنا قلنا سر في الفلوس وسر، حتى دي كمان لا سر. طبعا هيبقى في فيديوهات بعد كده، هيبقى لازم يكون لك عالم خاص بيكي. تمام، ده من ضمن العالم الخاص بيكي، انك تكوني مستعده. تفهم ازاي؟ 100% على اي ضيف دخل فجأة، ما تغرقيش في شبر ميه، ولا تتصلي ولا هاتلي ولا هعملي ولا اروح استلف من الجيران ولا كل الكلام ده كله. خلاص، انا عندي طقم يا بنات. الله العظيم زي ما اقول لكم، انا شايلاه للضيوف. حلو، كل ما اشيله البنات تطلعه، اعمل مشكله واعمل خناقه. ولو حاطين الاكل بشيل الاكل وافضيه واقول لهم حطوه في طبق تاني وشيلوا ده. يعني تعملي لك طقم للاكل، اعملي لك مثلا شاي، كوبايات شاي شيليها. اعملي طقم مثلا تقديم حلويات. حلو، الاول انا كنت بعمل اسبوع، لازم كل اسبوع لازم اعمل حاجه حلوه وكميه يعني وبشيلها. تمام. بطلت اعمل الحاجات دي لان كنت باكل، طبعا كنت بشيل جزء باكل منها، فلا عشان خاطر انت فاهمين طبعا الدايت رياضه وجيم وجيم. ف انتي عايزاكي تشغلي دماغك بأمورك الخاصة، تشغلي دماغك باللي يعني ايه يثبت ان انتي هانم في بيتك وفي مكانك. احنا متفقين ان انتي ملكة، انتي ملكة. لما حد يخش للملكة لازم يلاقي كرم ضيافة. وبعدين ما بيقولش الراجل، بيقولوا الست، خلينا واقعيين يعني. الراجل جاب حاجة حلوة اخد منها شوية،
هو ياخد بربنا يا اختي، ما هو واخد باله من حاجه بلا وكسه، لا جبت ولا خليت انت تحطي له اكل والشرب وشويه الاكل قدامه شويه الشرب، خلص الموضوع. طبعا معلش الفيديو نفسي اتكلم معاكم اكتر من كده كتير، بس مساحه التليفون عندي مش للاسف الشنيع بقى، المساحه ما بتعملش اكتر من كده يعني. اتمنى اكون افدتكم بشيء، انا بحبكم جدا جدا جدا. تمام، خلي بالك من نفسك مليون مره، من شكلك، لبسك، هيئتك، مهما كان سنك، احنا ما بنكبروش، الروح ما بتكبرش، والجسد ده عباره عن معون للروح. احنا حلوين بكل حالاتنا. قومي كده ونفضي الغبار عليكي، انتي قمر، انتي قمر، شوفي نفسك قمر، الناس هتشوفك قمر، قمرين، انت فاهمني؟ اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم يا حلوين، متنسونيش في الاشتراك، في اللايك، في كلمه حلوه، قولوا لي انتوا بتعملوا ايه، قولوا لي الضيافه عندكم ايه، فرحوني بتعليقاتكم، واقول لكم سلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحبكم جدا.